السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين بقى الجمال والعظمة دي، اكلة حلوة يعني شتوية كده، حلوة تدفي كده، والريحة والطعم والشكل بقى وسبايسي. بجد أكلة تحفة جدا. يلا بينا نشوف وهنعمل ايه النهاردة، وفكرتها جديدة ويا رب تعجبكم. ويلا بينا. زي ما انتم شايفين انا عندي كده قطع رومي، بسم الله ما شاء الله. انا كنت جايبة ورك كده وقطعته وشفيته عند الجزار يعني وظبطهولي. فزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللي هو الرومي البلدي ده بقى احمر كده وحلو جدا. قلت بقى هعمله بطريقة مختلفة، مش هسلقه بقى وحمره وكلام من ده ودهون كتير وحاجات ملهاش لازمة. فخلينا نعمل وصفة جميلة وحلوة وتدفينا في الشتاء، وفي نفس الوقت تبقى جميلة وكلها في حلة واحدة بدون دربكة كتير. دلوقتي انا عملت ايه؟ طبعا حطيته كده ايه، شوية مية بملح بليمون وبعد كده وشوية جنزبيل، وبعد كده حطيت معلقة سمنة بلدي على شوية زيت حلوين، وسخنت الحل عندي كويس قوي. وبعد كده بدأت ان انا ادي الرومي بتاعي صدمة من الناحيتين. عذرا انا بقى بردانة ومش قادرة اقول لكم يوم الانفية عاملة معايا ايه. وبدأت كده لازم تاخد صدمة كويس قوي من الناحيتين، وما اقلبهاش على الناحية التانية غير لما يعدي 5 دقايق. على الوش الاولاني بهاراتي حطيت فلفل اسمر، وكمان حطيت هيل مطحون او حبهان مطحون، وكمان عندي عودين قرنفل حطيتهم، وكمان رشة جوز الطيب. عندك بهارات لحمة حطي، بس انا يعني ما حبيتش ان انا اضيفها. وبعد كده مديت التشويحتين حلوين قوي من الناحيتين. بدأت كده انزل ببصلاية وسط مقطعة كده، قطع صغيرة جدا، واديتها تشويحة حلو. بصوا بقى شكل الرومي وهو على الناحيتين اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. آه، التوابل كده لما تدخل فيه لا بجد بيبقى طعمه رهيب. بعد كده ما اخد آه يعني الصدمة الحلوة مع البهارات مع البصلة دبلت معايا خالص، وكرملتها بشوية سكر. جيت بقى حطيت المية السخنة، وبعد ما حطيتها خليتها تاخد غلوتين 3، ونزلت كمان عليها بشوية سكر بصوت كده عشان خاطر تستوى معايا وتكون زي الفل. وعندي كده رز بسمتي طويل الحبة، من النوع النضيف. طبعا غسلته كويس، وبعد كده حطيت عليه مية وسبته لمدة نص ساعة. دلوقتي اللحمة عندي استوت خالص واتهرت، الرومي عندي استوى. بدأت بقى أنزل بيه الملح، وظبطت الملح بتاعه شوية. المية الحلوين دول وشوية الشوربة القمر دول زودت بقى عليهم كوبايتين تاني، وحطيت جزراية كبيرة مبشورة. زي ما انتوا شايفين هنا بقى كان النور قطع، حطيت بقى على طول الرز عندي، مفيش اي حاجة، صفيته وحطيته. طيب الناس اللي ما بتعرفش توائم مقدار السوائل مع الرز، لو انت عندك كوبايتين رز حطي 4 كوبايات من المرقة، تمام، اللي هي الشوربة يعني. بس دلوقتي بقى نعمل سلطة القدوس. زي ما انتوا شايفين اهوت، اخدت بقى طماطميتين عندي، وحطيت قرن فلفل حامي وملح وفلفل وكزبرة كده خضرة، وحطيت ليمونة كاملة وشوية خل. وبلاش نحط مية، حطيت كده بالظبط معلقتين 3 من الشوربة الدسمة بتاعة الرومي اللي احنا عملناه. وبس كده حبيبي هنضربوها في الكبة، وما تزوديش مية خلي بالك. وحطيت كمان 4 فصوص من الثوم، يبقى حطينا طماطم وفلفل حامي و4 فصوص من الثوم وملح وفلفل اسمر وليمون وخل. ودلوقتي هحطها على النار شويه تاخد لها تقليبتين، وخلاص كده بقت جاهزه. يلا بينا بقى نغرف الجمال والحلاوه دي. شايفين الرزايه بقى مفلفله كده، والجزر كده مدينه لون تاني. وحطيت كده شويه
زبيب في وسط التسوية، لأ بجد كان حاجة رهيبة. اللهم صل على النبي. اليوم ده أكلنا أكلة الله أكبر اللهم بارك أنا وجوزي، يعني بجد كانت أكلة تحفة ودفتنا، وكلنا لغاية ما شبعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى شايفين الرومي بيتهرى مني ازاي اهو، مش مستحمل خالص وانا بقدمه في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كده قطع الرومي، انا كنت بس ايه بشيل من عليها الرز عشان بس يبان اهو زي ما انتوا شايفينه. لا بجد بجد جربوها على ضمانتي، كانت طعمها خرافة وجديدة وطريقة جديدة، وبقى غير الطرق التقليدية بتاعت اللحمة والفراخ. لا المرة دي برومي بجد طعمها كان تحفة جدا، مفرقوش على اللحمة خالص خالص خالص، بل كمان أطعم. وحطيت كده الحمد لله الوجبة بتاعتنا النهاردة، وشوية بقى كده ايه مكسرات عندك، ما عندكيش حمري شوية سوداني بسمنة بلدي كده وحطيهم. يا سلام يا سلام على الريحة بقى. يلا كنتوا تعالوا تيجوا تاكلوا معانا. الحمد لله بألف هنا وشفا على اللي أكل حاجة، بس الأكل كان فظيع وجوزي شكر لي فيه جدا. الحمد لله كويس إن هو اتبسط يعني وإيه ودف كده وسط زحمة الشغل بقى كده والدنيا. الحمد لله رب العالمين، ربنا أحسن ما بين إيديا عقبال ما يحسن ما بين إيديكم جميعا يا رب، وديم عليكم نعمة الصحة والستر. هستناكم في فيديو جديد، واستنوا فيديو عيد ميلادي هيبقى فيديو قوي جدا جدا جدا. ما تنسوناش تشجعونا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي وصفات محتاجينها يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتس تحت، وان شاء الله نلبي رغباتكم ونكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم في الله. وما ننساش صلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دي التحلية بتاعتنا بالليل، ليها فيديو برضو مخصوص تشيز كيك. والسلام